صح، روك تكس جي 5. بريليانت موف تالت، نعم. ولما اكل على الاتش 3 رجعت الفرق، لكن ملكك ضعيف. قلعتي تستعد للاختراق. كوين اتش 5 كوين اتش 8. الموضوع يخوف، وملكي انا اصبح امن على الاي 1 بحصان قصر النيل اسد. مفيش حد يعرف يقرب للكينج، لكن يكمل يجيز بعودة الفيل بيشوب اف 6 مانعا تشيك من الاتش 8. مشي من قدام تشيك واخد الفيل، طالب البيدق اللي على السي 3. فيكمل توبالوف ببروفالاكتيك موف كينج على الاف 1. بيست موف في وسط الخناقه دي، نعم، علشان بيدق السي 3 ما يتاكلش بتشيك وانا منتظر. فيكمل يجيز بروك على الدي 8 فورا. القلعه جاهزه علشان تعمل اي كاونتر بلاي، وعليها روك اي 6 من توبالوف، طالب البيدق اللي على الاي 6 بتشيك. فيكمل هنا يجيز ويدافع عن البيدق بكوين سي 4. حميت وطالب وضاغط وحاسب روك دي 1 وحاسب الوزير المزعج، لكن هنا توبالوف يتقدم بالوزير. كوين على الاتش 5 اولا بتشيك، كينج على الاف 8 من يجيز، ثم افضل نقله ان توبالوف يتقدم روك اي 7. عايز ايه؟ عايز مات على الاف 7 وعايز تشيكس مزعجه في وجود القلعه. طيب ويعمل عليها ايه يجيز؟ يتقدم روك دي 1، ولما الملك يمشي كوين اتش 4 بتشيك ونكسر وزراء ونتعادل. لكن توبالوف يقول تعادل مين؟ هتعمل ايه يا توبالوف؟ بلندر اسطوري خيالي. كوين اتش 6، يا نهار ابيض. كوين اتش 6 اللي بتشيك بلندر، نعم. ليه؟ علشان الفيل بيغطي من الجي 7، بس بدأ الاي 6 بيسقط. ودي فكرة توبالوف. كوين اي 6 حامي القلعة، طالب الوزير، طالب الاف 5، طالب تشيكس، ملكك ضعيف، حامي النايت، حامي الملك، لكن وزيرك اللي مشي من عمود الاتش يسمح لقلعتي ان تتقدم روك دي 1 بتشيك. ولما الملك يمشي وزيري يتقدم بتشيك، ما فيش وزير منعه. كينج على الاتش 2 كوين اتش 4 بتشيك، كينج جي 2 كوين اتش 1. توبالوف اتصدم. كوين اتش 1، ملكي معاه جي 3 واف 2. لعب كينج على الاف 2. هل في؟ ايوه يا سيدي، كوين على الاتش 2 بتشيك. اين سيذهب هذا الكينج؟ كينج على الاي 3 اهرب. كوين على الاتش 3 مفيش هروب، البيدق موجود والقلعه موجوده. لو رحت بالملك على مربع الاف 4 روك اف 1، يا نهار ابيض. توبالوف كمل المباراة بكينج اف 2، لكن روك اف 1 من يجيز تشيك ميت.